السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبايب قلبي بقى عندنا لفة جلاش، طلعتها من الفريزر وقسمتها اتنين. هنعمل جلاش حلو النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وشكل جديد كده يفتح نفس الأولاد أو أفراد عيلتك. يعني بنحاول ان احنا ايه نغير كده، يعني مش هنعمله ملفوف وزي ما بنعمله أو قطع، ده هنعمله بطريقة حلوة. هقول لكم بقى معايا لفة جلاش، معايا خليط زبدة على سمنة، على معلقة سمنة الموجود عندك المتاح، ممكن زيت على سمنة الموجود. معايا شوية مكسرات، فول سوداني على عين جمل على لوز على بندق، منوعة كده شوية خلطة كده ان شاء الله نعملها بطريقة حلوة. معايا عصاية شيش طاووق او اي حاجة يعني اي قلم، عصاية شيش طاووق، اي حاجة موجودة عندك. والحشو طبعا براحتك، حبة زبيب وجوز الهند، حبة تعمليها سادة مفيش مشكلة، وبتسقى شربات. طبعا انا عندي الشربات موجود في البيت مقاديره طبعا. ممكن تعملي كوباية سكر على كوباية مية وعصرة ليمون. انا كنت عاملة كمية زي ما انا قايله لكم في اول رمضان، قبل رمضان يعني بيومين، وكنت عاملاها في التلاجة. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي كده نقول بسم الله. هناخد ندهن بس كده، نجهز القالب بتاعنا، هندهنه كويس يبقى جاهز. طبعا حابة تعملي في قالب، تعملي في صينية مدورة، اي حاجة المتاحة عندك. هندهنه كله كده ونجهزه. بعد كده هنلف الجلاش مع بعض، طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة. طبعا اللي وصل معايا لغاية دلوقتي يا حبايبي يخش يضغط لايك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. بحبكم في الله، افتكروني يا حبايبي في اللايك، لان المشاهدات ضعيفة جدا، بس مش مشكلة يعني، انا ببقى فرحانة والله. وفرحانة وسعيدة بوجودكم وبوجود الناس، فرحانة بكل الناس الجميلة الموجودة على القناة اللي بتبعت لي وتكتب لي تعليقات حلوة. بحبكم في الله، ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويسعدكم. وهو مش موضوع لايكات والله ولا مشاهدات، هو كفاية التواصل بيننا وبين بعض، يعني دي حاجة أنا حباها. وربنا يا رب يوفقكم جميعا ووفقني معاكم إن شاء الله. يلا نسمي الله. أنا طبعا بعت النص ده في جنب كده على ما نشتغل في النص ده، أقول لكم هنعملها إزاي إن شاء الله. هناخد كده ورقة بنفس الطريقة كده، لو حابة تعملي الورقة على بعضها وهتبقى الوردة دي على يعني شكل وردة كده شوية. أنا هحط بقى العصاية الشيش طاووق وهلف عليها كده، هلفها كلها كده. طريقة سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة، هي عبارة بس عن شكل. واحاول ان انا كده ايه اضغطها من الجوانب تديني شكل كده، زي ما هنحاول اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها. واسحبها من الجنب، ايوه، ولفها زي الوردة كده. عايزة اوريكم شكلها. بصوا يا حبايب قلبي، عاملة معاكم شكل قبل كده برضه على القناة، بس كان يعني هو نفس الفكرة بس كانت بطريقة تانية. يلا نشيلها بقى كده ونحطها في الصينية اهيت، هنرصها ونحط في قلبها بقى المكسرات بقى في واحدة تانية. وبعد كده هعمله كله، وبعد كده هنحط المكسرات في الاخر. طريقة سهلة خالص مش محتاجة اي حاجة، وزي ما قلت لحضراتكم باي حاجة ممكن تلف عليها، اي حاجة تقضي الغرض عندك نلف عليها. وفي الاخر بقى هنشربها يعني انا مرضيتش احط السمنة في قلبها كده وانا بلف، قلت لا هنخلص خالص وبعدين نسقيها بالسمنة والزبدة اللي انا مسيحاها، وبعد كده نحط المكسرات، وفي الاخر بقى اتفرجوا على جمالها. طريقة سهلة خالص اهيت، انا بحاول اقرب لكم عشان تشوفوا الشكل، مش محتاجة اي حاجة في التسوية، جميلة جدا. وهنقلها بقى هنا، هعمل بقى كله بنفس الشكل. خليكم معايا بقى عشان ما اطولش معاكم الفيديو. بصوا يا حبايبي، حبيت اوريكم. بصوا انا لسه بعمل اهو في نص الكمية ما شاء الله. شوفوا الشكل عامل ازاي ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبايبي انا كده خلصت لفة الجلاش. هو بصوا هي المفروض يعني كنت انقله في صينية اقل شوية، هو ما كملش معاه القالب، بس بسم الله ما شاء الله القالب ده كبير، فمش مشكلة. انا هكتفي، انا عندي لسه بقيت اللفة التانية في الفريزر، بس عشان اطلعها وتفك مش هينفع، فخلاص هكتفي بالكمية دي، على اساس برضو احنا في رمضان ومكون الحاجة كتيرة وبتفضل في التلاجة مبتتاكلش. وهي برضو الكمية ما شاء الله يعني فرطت معايا بسم الله ما شاء الله كتير. فابتدي بقى نعمل الخطوة التانية، هندهن بقى ايه زبدة. الطريقة دي اسهل على فكرة، ما بتاخدش وقت زي ما بتقعدي تفردي كل لفة لوحدها، او ما خدتش ثواني مننا. اه
هبتدي بس اغرق الوردات دي كلها كده زي ما انا قلت لحضرتك. سمنه، زبده، سمنه على زيت، الموجود المتاح عندك، ما توقفيش نفسك. هبتدي اشربها خالص وهتحمر وهتطلع زي الفل. شربت الوردات كلها، هبتدي بقى ان انا ازينها بالمكسرات. بس حضراتكم ما شاء الله، فكرة حلوة وجميلة وسهلة، وفي الشكل وفي التقديم روعة. عايزة اقرب لكم الكاميرا تشوفوا. بصوا برضو، لو انا برضو كنت عايزة احط زبيب وجوز الهند، بس يلا انا قلت المرة دي عشان مكسرات. على فكرة ولو اتعملت سادة كده الشكل جميل برضو، وتسقى شربات هتبقى جميلة. هملة بقى الوردات دي كلها كده واوريكم شكلها قبل ما ادخلها الفرن. طبعا الجلاش زي البسبوسه بالظبط، ما بياخدش وقت في الفرن، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه بتظبطي الشبكه بتاعتك درجه حراره 180، بتسخني الفرن وتحطها على الشبكه، بتطلع من فوق ومن تحت زي الفل. تسقيه شربات بارد. طبعا انا عندي شربات زي ما انا قايله لكم، بطلعه وبسقيها بارد وبعينه. طبعا وفر عليا كتير على فكره، لان طبعا انا متعوده ان انا لما بعمل شربات وعينه بيبقى جاهز تحت اي ظرف بتعملي، ما بياخدش منك وقت. خلصت معاكم الكمية، بسم الله ما شاء الله، شوفوا الجمال، اللهم بارك. تحفة يا حبايبي والله. يلا اللي عندها لفة جلاش كده تقوم تعمل الطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة وفي الشكل تحفة. يلا خليكم معايا بقى، انزلها الفرن واطلعها نسقيها الشربات واوريكم شكلها في الاخر. طلعنا الجلاش اهو من الفرن، هنسقيه شربات بقى، شربات بارد، وبعد كده هيبقى جاهز للتقديم. بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى في الشربات شوية واوريلكم انا بقدمه. وده كده تقديمنا النهارده في احلى جلاش ممكن تدوقيه واسهل طريقه. وكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.